السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة. حدد نادي ريال مدريد الشروط الواجب توفرها من أجل الموافقة على رحيل المهاجم كريستيانو رونالدو في سوق الانتقالات الصيفية حسب ما ذكرت صحيفة ABC الإسبانية مساء اليوم الأربعاء. وأكدت صحيفة ABC أن ريال مدريد حدد 6 نقاط أساسية للموافقة على بيع كريستيانو رونالدو، ومن بينها أن يقدم البرتغالي عرضا حقيقيا حصل عليه إلى مكاتب النادي، وبعد ذلك دفع 150 مليون يورو لفك الارتباط نهائيا. وأفادت هذه المعلومات أن نادي ريال مدريد سوف يستغل الأموال القادمة من عملية بيع كريستيانو رونالدو من أجل التعاقد مع النجم كبير في الصيف الجاري، حيث سيتم التركيز على صفقة كيليان مبابي أو نيمار لتعويض رحيل البرتغالي. وقفزت أسهم يوفنتوس في سوق التداول بميلانو إلى الأعلى، حيث حققت أرباحا في الصباح بمعدل 5.89% بعد الشائعات حول احتمال التوقيع مع كريستيانو رونالدو، وذلك بعد أن ارتفعت أسهم يوفنتوس أمس الثلاثاء بنسبة 3.2%، مما يمثل أفضل نتيجة له في الأشهر الأربعة الماضية. ودائما في نفس سياق الخبر، حيث رفض المدير الرياضي ليوفنتوس بيبي ماروثا التعليق على الأخبار التي تربط نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى السيد العجوز هذا الصيف. وكانت هناك شائعات في الأيام الأخيرة بأن النجم البرتغالي قد ينضم إلى بيانكونيري في صفقة تبلغ قيمتها 100 مليون يورو، حيث سيوقع عقدا بقيمة 30 مليون يورو في الموسم. اليوم ماروتا والمدير الرياضي فابيو بارتيكسي في ميلان، وقد تم الرصد الأول من قبل الصحفيين في وسط المدينة، وسئل عما إذا كان بإمكان مشجعي يوفنتوس أن يحلموا برونالدو، لكن المدير رد ببساطة وابتسم وأجاب بلا تعليق. وأكدت صحيفة ABC أن ريال مدريد حدد 6 نقاط أساسية للموافقة على بيع كريستيانو رونالدو، ومن بينها أن يقدم البرتغالي عرضا حقيقيا حصل عليه إلى مكاتب النادي، وبعد ذلك دفع 150 مليون يورو لفك الارتباط نهائيا. وصلنا لفقرة الأسئلة. الإجابات الصحيحة على السؤال الماضي هي فريق ريال مدريد، وسؤالنا لهذا اليوم اخترناه من خلال تعليقاتكم، وهو: من هي أول دولة احتضنت كأس آسيا؟ اتركوا لنا إجاباتكم في التعليقات، ويمكنكم أيضا طرح الأسئلة.